فالعيد يوم فرح، يوم أنس، يوم سعادة، يوم بهجة، يوم توسعة على النفس والأهل والأولاد. فحقيقة يعني القلب مليء بالفرح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الفرح الأمة الإسلامية جميعا. ولا أنسى أن ندعو الله عز وجل أن يعطي نسبة من الفرح لإخواننا المضطهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل بقاع الأرض التي هم فيها محاربون ومشردون. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أستاذ سالم، وإيش تحب تقول للطلاب والأجيال والشباب في هذه المناسبة، يعني من نصيحة باختصار، يعني دقيقة؟ والله إن كان من نصيحة فإننا أولا ننصحهم بنصيحة الله عز وجل، وهي التقوى، لأنها هي يعني رأس الأمر تقوى الله عز وجل، وبه الإنسان يتحصل على ما يريد. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالتقوى التقوى التقوى، فمن أراد أن تتحقق له أهدافه وأمانيه فعليه بالتقوى، فإنها سبيل إلى ذلك. الآن نحن نعيش في زمن الفتن والشبهات والتمرد من الحلقات ونحو ذلك، نبغى يعني توجيه كذا مختصر لطلاب الحلقات باختصار. طلاب الحلقات ينبغي أولا أن يوجهوا إلى أمر مهم جدا، وهو أنهم في مشروع عظيم، وأنه مشروع يعني مضمون الربح. فمهما كان الإنسان يعني في مجال القرآن فإنه في مشروع مضمون الربح، بعكس الإنسان لما يكون في مشروع مثلا دنيوي من لا يكون مضمون الربح، ربما يجد يعني يضع لنفسه سقفا معينا في الربح، لكنه مثلا إلى حدود كذا كذا سنة، لكنه ربما تصل هذه المرحلة من الوقت ولا يتحصل على هذا الربح، ربما يكون يعني يتحصل على نسبة أقل فيكون خاسر. لكن صاحب القرآن وطالب القرآن إن وضع لنفسه مثلا أن يكون حفظه خلال مثلا 2 أو 3 سنوات يكمل القرآن ولم يكمل، لا نقول أنه خسر، لأنه كل لحظة من لحظات جلوسه مع القرآن محسوبة له في ميزان حسناته، أي نعم. فإذا أدرك الطالب هذا الأمر فإنه سيتشجع وفعلا ينطلق في هذا المضمار العظيم، ويحافظ على حلقته من حفظ ومراجعة. بعد ذلك بإذن الله عز وجل يدخل في مجال التعليم لينال الخيرية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.